بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة ينفرج بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم آمين يا رب العالمين. حبايبي الغاليين، لو أول مرة تخشي عندي القناة يا ريت تعملي لايك واشتراك وتشيري الفيديو على قد ما تقدري، ولك يعني جزيل الشكر. وتبقي ان شاء الله منوره بيتنا الكريم واسرتنا الصغيره، وان شاء الله تكبر بيكي. ولو انت من المتابعين الغاليين اللي معايا، يا لايك وشير واشتراك وطبعا تعملين الاشتراك. بس تشوفوا الحلقه للاخر، يعني حلقاتي كلها انا يعني مش مطوله. النهارده هنتكلم عن حلقه مهمه جدا جدا، كلنا محتاجينها، وهي مفاتيح الفرج. يعني كلنا مكروبين مهمومين، عندنا مشاكل، عندنا ضيقة. ما فيش حاجة بتفرج الكرب والهم والغم دوت إلا هي الأذكار زي ما قلت لكم. فمعايا النهاردة 10 من الأقاويل المهمة جدا جدا، وهي مفاتيح الفرج. كلهم أفضل من بعض، كل ذكر فيهم أقوى من الذكر التاني. ولو انت استعملت ذكر واحد بس وقررتيه مدار اليوم، على ما يعني نية معينة، ان شاء الله ربنا سيستجيب. لعند يعني، بس مش بقى يعني مدار اليوم، يعني مدار اليوم واللي بعديه واللي بعديه، لعند ما ربنا يعني يعني يجيب لك اجابه دعائك ان شاء الله. بس النهارده معايا بقى 10 زي ما قلت لكم، هنقولهم كلهم باذن الله العشرة. وان شاء الله سياتيك الفرج من من حيث لا تعلمي. يعني فعلا ربنا يعني بيقول ان انا يعني بحب العبد اللحوح في الدعاء. يعني اكثري من الدعاء، ربنا ان شاء الله يستجيب لك. ما هو مش معقول هتدعي دعوه وغيرك يدعي 1000. ومع انه والله ممكن ربنا فعلا يدي الانسان اللي دعا دعوه واحده بس. ليه؟ لان عالم بنواياه، وعالم بخشوعه، وعالم بروحه متعلقه ومتشبث بالله ازاي. ممكن تقولي الالف بس ذهنك شارد، ما انتش خالصه النيه في الدعاء، فربنا ما يستجيبش. ما ترجعيش تقولي انا قلت وربنا ما استجابش. لا، ما هو الدعاء نص الخطه زي ما بيقولوا. النص التاني ان انت تستحضري النيه ويبقى عندك خشوع، وبتناجي ربك كانه يعني انت عندك يقين ان ربنا فعلا، ان انت قاعده قدامه كده وشايفك وسامعك، وتبقي متيقنه الاجابه. ده النص التاني اللي ان شاء الله يعني عايزين كلنا نبقى عندنا النيه الصافيه ديت والخشوع، وان فعلا احنا يعني تحسي ان انت قريبه من ربنا قوي قوي، وان انت غاليه عند ربنا قوي قوي، وان ربنا هيستجيب لك قوي قوي. شوفي انت لما تكوني لك ابن بتحبيه وبتدلليه، بتبقي لما يطلب طلب تبقي عايزه تجيبه له باي طريقه. احنا عايزين تبقى الصله بيننا وبين ربنا كده، يعني نعمل كل ما يرضي ربنا عشان فعلا يبقى ربنا بيحبنا. هي لما نيجي حتى ندعي الدعاء نبقى يعني ما احناش خجلانين، مش هنبقى مقصرين في حق ربنا ونروح ندعيه. لا، احنا عايزين نبقى يعني تحت ولاء وطاعته ومتبعين سنن نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. في الوقت ده انت هتدعي الدعاء ربنا يدينا الاجابه على طول. عايزين نخش بقى في الموضوع عشان برضو ما اطولش عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفاتيح الفرج وزي ما قلنا وهي 10. أول حاجة اللي هي قراءة الفاتحة، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. طبعا كلنا عارفين الفاتحة، وأنا اتعمدت إن أنا أقرأها عشان أوريكم إن هي ما خدتش ثواني. يعني ما نتقلش من الكلام اللي أنا بقوله. أنت لو هتقولي العشر مفاتيح دول إن شاء الله مش هياخدوا منك 5 دقايق، بس زي ما قلت النية تكون صافية. يبقى اول حاجه اللي هي الفاتحه. وبمناسبه الفاتحه جاني سؤال عن الحلقه اللي فاتت، فواحده حبيبه كده بتقول لي هتقراها حتى في التعليقات بتاع الحلقه اللي فاتت. لو رجعتوا الحلقه اللي فاتت وقلبتوا في التعليقات، بتقول لي اشمعنى رقم 19 ما قلتيش رقم 100 ليه، رقم 3 رقم 7. 19 لان هي مستوحاه من من عدد الحروف بتاعه الفاتحه. لان الفاتحه دي كفيله لوحدها انها تفتح اي باب مغلق. لو ليكي طلب عند اي ربنا يعني ومستصعباه، الفاتحه بس لوحدها كفيله ان ان ربنا يستجاب لك دعائك. فهي رقم 19 مستوحاه من من كده. في حاجات تانية كتير، بس انا بقول لكم على الحاجات البسيطه اللي المخ يستوعبها، عشان برضو ما تتوهوش مني يعني. يبقى كده اول حاجه قلنا في مفاتيح الفرج هي 10. تاني حاجه الله ربي لا اشرك به شيئا، ان انت تبقي يعني حاطه كده في العقيده بتاعتك ان ربنا هو الواحد القادر المقتدر، اللي هو هيجيب لك دعائك يعني واللجوء كله الى الله. فدي يعني النيه ان انت تبقي كده
نيتك مع ربنا صادقة وخالصة. يبقى أول واحد الفاتحة، نيتك إن الله واحد لا شريك له. مش نية كمان، دي شهادة ان انت خلاص شهدتي ان الله لا اله الا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله محمد رسول الله. فاهميني كده؟ مش عاوزة اتوهكم معايا والله. يبقى اول واحدة الفاتحة. تاني حاجة ان انت ربنا واحد احد لا شريك له. تالت حاجة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. من قالها مكروب الا وفرج عنه كربه، الا وفرج الله عنه كربه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دوت دعاء سيدنا يونس وهو كان في بطن الحوت. وانا عملت حلقه زي يعني عن ديت، لو حابين ترجعوا لها يعني. رابع حاجة حسبنا الله ونعم الوكيل. الكلمة دي كفيلة جدا جدا، ولو اي حد ظلم حد وقالها، يعني هو مش دعاء على حد، لا، انت ان انت بتوكلي ربنا الامر، ان انت بتقولي لربنا استغفر انت يا الله، انا ابقى عبد ضعيف مش قادر ان انا اعمل حاجة، انت وكيلي، انت اللي هتعمل لي، فربنا فعلا بيجيب لك حقك وانت قاعدة. الكلمة ديت يعني جامدة جدا جدا، وللاسف في ناس كتير بتستهون بيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. رقم 5 بقى، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله دي لوحدها كنز من كنوز الجنة. رقم 6 كثرة الاستغفار، فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار ده برضو لوحده كفيل عن إنه هو يحل لك كل عقدك، وإن ربنا يرزقك من حيث لا تحتسبي. سابع حاجة بقى، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض. دوت يعني حديث يعني رب العرش الكريم. تاني هقوله لكم عشان برضو أنا حاسة إن أنا قلقت فيه. رقم 7 حديث البخاري، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. تامن حاجة رقم 8 اللهم إني أعوذ بك، حديث برضو حديث شريف. رقم 8 حديث شريف، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والله ده يعني لوحده كفيل، أي بند من البنود العشرة دي لوحدها لو أنت استخدمتيها كفيلة. رقم 9 يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك برحمتك أستغيث. رقم 10 اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله فلا إله إلا أنت. يا رب يكون ال10 واصلين سهلين، ما همش يعني متعبين مكلكعين مش مفهومين، لا كلهم مفهومين جدا جدا. وزي ما قلت لكم اي بند من البنود، يعني اي ذكر من ال10 دول، اي مفتاح بقى بمعنى اصح، احنا قلنا دي مفاتيح 10، اي مفتاح من ال10 دول لو انت اتبعتيه لوحده بس حتى فقط، بس تكون زي ما قلت لك يعني عندك اليقين ان ربنا هيستجيب ان شاء الله، ربنا هيديكي مطلبك. زي ما قلت لك مهمومه حزينه مريضه تعبانه كسلانه، دي المفاتيح دي بتحللك اي مشكله مستعصيه. يا رب تكوني استفدتي. حلقه بسيطه خفيفه، يا ريت تتبعوا الحاجات ديت. يعني الحلقات بتاعتي ديت انا يعني من تجارب والله، يعني كنت اروح للشيوخ واروح للدكاتره واروح مفيش اجابه، فقلت بقى لا، عالج نفسك بنفسك بقى. المفروض فعلا اسمي القناه بتاعتي كده، غير الاسم عالج نفسك بنفسك. ده سبب من الاسباب اللي خلاني اغير المحتوى خالص. فانا يعني حبيت اللي انا استفاد بيه افيد به الناس والله، وربنا يعلم ان هي الصدقه يعني اللي جوايا ليكم. اشوفكم في حلقه جايه باذن الرحمن، مع الف سلامه.